جيبوا لي 2 حبات بيض ونروحوا نديروا مع بعضنا اروع كراب المحلات مقرمشه ومشكلته كما راكم تشوفوا. ومستحيل بعد الفيديو هذا زيدوا تشروها من برا. ما عليكم غير تسجلوها عندكم وديروا لها حفظ، متاكده راح تحتاجوها او راح ديروا بها حاله سيرتو مع الصيف. وشوفوا كيف يجوا رقاق ومقرمشين وزيد بزياده ساهلين وما فيهمش مكونات ياسر. اول حاجه رايحين نحتاجوها في الوصفه تاعنا، رايحين نحتاجو غير 2 بيضات كما قلت لكم في الاول. رايحين نفصلوا الصفار على البياض، والبياض تاعنا نطلعوه مع مغرف كبيره تاع السكر يكون عادي ماهوش كلاصي، نخلوه يطلع حتى يرجع معنا كيما الميرانغ ثقيل. نحط كاس حليب ونضيف له مغرف تكون مليحه تاع لافاني وكاس تاع فرينه، نخلط كل شيء مليح مع بعضه كما راكم تلاحظوا. ونجيب الصفار نضربه مليح حتى يبيض مليح كما راكم تلاحظوا. لازم نخلو الصفار تاعنا يطلع مليح، وبعدها راح نضيفوا عليه الحليب والفرينه كما راكم تشوفوا، ونضيف لهم هذاك البياض ونخلط بحركه دائريه. وحبيت نقول لكم بلي الوصفه هذه ديرتها معكم بنت خالتي اللي راح نطيق لكم الانستغرام تاعها في الاسفل، وما عليكم غير تدخلوا عندها وديروا لها ابوني، تحط لكم وصفات ساهلين ماهلين وبنان ومتنوعين. تلقاو عندها المالح والحلو، تلقاو الانستغرامها في الاسفل اسمه دنيا. انايا كما راكم تشوفوا مسحت المقله تاعها مليح بشويه برك تاع زبده، ولازم تكون المقله ما تلصقش. نديروا الطبقه الاولى، وهنايا باش ديروا الطبقه تاعكم تجيبوا بانسو وتمسحوا كما راكم تلاحظوا، تمسحوا مليح حتى نديروا كوش ما تكونش خشينه وما تكونش رقيقه، ولازم تخلوهم يحمروا مليح باش يجوا معكم مقرمشين، وتهزوهم بسهوله تامه كما راكم تشوفوا. هنا راهي تهز فيهم بسهوله تامه. تحطوا الطبقه الاولى وما بين الطبقات ديروا شويه شوكولاته ختيني بالطريقه هذه، وما بين الطبقات ما تكثروش الشوكولا كما راكم تلاحظوا، غير شويه تمسحوا برك حتى يلصقوا معكم هذوك الطبقات كامل. تكملوا تركبوهم. بالنسبه للكميه هذه تخرج لكم حتى 10 طبقات. وسمعوا لي هذيك القرمشه نجيو نقسموهم على 8 ولا 10 كيما تحبوا نتوما. حبيت نقول لكم بلي الكميه هذه تخرج لكم 8 حبات يكونوا كبار الله يبارك ويشبعوا. القرمشه واضحه كما راكم تلاحظوا، بنان تزينوهم من الفوق كيما تحبوا نتوما. احنا بما انه كنا في دار خالتي فزيناهم غير بشويه تاع الشوكولا ولا باتا بيستاش والبيستاش من الفوق. ما تنساوش تدخلوا انستغرامها في الاسفل وتابونيوها وتتمتعوا لي بالوصفات اللي راهي تشارككم فيها. سلام.